السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا رب تكونوا بخير وبألف خير. فيديو سريع كده وفيديو لذيذ. كام خبر حلوين كده عرفناهم فطالعين نقولهم لإخواتنا عشان إخواتنا أنا عارف إن أنتوا وحشني يعني، وأنا أنتوا وحشني وأنا وحشكوا فمعروفة يعني. فلو أول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس كله عشان يوصلك كل جديد ورزع لايك للفيديو. أول خبر كده، شوبير يعني خلال ساعات يعتبر يجدد في الأهلي وهيعلوا له طبعا المرتب بتاعه. يعني هو عايز حوالي 60 أو من 60 ل75 أو 70 مليون في الموسم، يستاهلها بصراحة. اللي قدمه في كأس العالم واللي قدمه في الموسم اللي فات والموسم اللي قبله في أفريقيا وفي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي يستاهلها الصراحة، يستاهلها. يعني هو لو ما طلبش إن هو يتعلم مين هيطلب يعني؟ ده رقم واحد. ده الخبر الأولاني كده للأهلي، إن خلاص كده يعني هو أصلا كمان عموته متمسك بيه ووائل جمعة متمسك بيه، ويعني الدنيا سلسة معاهم، الدنيا سلسة مع شوبير. وشوبير عايز يجدد بس فاهم، عايز يعني أخوه عشان الوكيل بتاعه فعايزه إيه؟ على مرتب وعلى عرض. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، عندك عبد الله السيد، شيكو بنزا، بزير، التلاتة متغيبين على التمرين بتاع نادي الزمالك. فضل 14 يوم أو 13 يوم على الدوري المصري ما لعبوش ولا ماتش ودي. الزمالك قال لك إيه؟ إحنا بنخصم، بنعمل في المرتب بتاعهم. اصلا هم ما بياخدوش فلوس، هم اصلا متغيبين عشان عايزين مستحقاتهم. وبيقول لك بعد كده إيه اللي هيغيب اكتر هنعرضه للبيع. هم عايزين يمشوا، هم سيكو بنزا هيجي له عرض عايز يمشي. وبزير اصلا منزل بوست كان اول امبارح او ستوري على الانستا ان هو جاي له عرض وعايز يمشي ومش عايز يكمل في الزمالك. فالصراحه يعني الزمالك بيتلطش من لعيبته. الخبر الثالث، عبد القادر كان هيروح الزمالك لو انتوا تفتكروا، جون ادوار كان هيجيبه، كان مخلص معاه كل حاجه، بس بيراميدز خطفها الصفقة. يعتبر كمان كام ساعة بيراميدز هيوقع، عبد القادر هيوقع في بيراميدز ويعتبر الصفقة خلصانة. فعبد القادر صفقة حلوة وممكن يروح كمان المنتخب من بوابة بيراميدز يعني بيراميدز فريق قوي، وعبد القادر لما يلعب في بيراميدز هيطلع كل إمكانياته. مكوينة كمان اللي هو المدير الفني بتاع بيراميدز هيطلع كل إمكانيات عبد القادر معاه. فأنا أتوقع إن عبد القادر هينجح مع بيراميدز وهيروح ممكن المنتخب وحسام حسن ياخده. موهبه الصراحه. انا زعلان يعني، هو كان عايز يرجع الاهلي، كان مدي اولويات انه يرجع للاهلي، بس هو طلب 40 مليون في الموسم. الاهلي قال له لا، روح شوف ايه، شوف انت رايح فين. فعبد القادر في بيراميدز، شيكو بنزا وبزيرة، ممكن عبد الله السعيد يمشوا من الزمالك، او ممكن بزيرة بنسبه 80 او 70% ان هو يخلع من الزمالك. عندك زي ما قلت لك شوبير يعتبر كمان كام ساعه ويجدد في نادي الاهلي. فكان خبر حلوين، خبر بيراميدز، خبر زمالك، خبر اهلي، الثلاثة الكبار في مصر. جبت لك كل واحد خبر فيهم. يعتبر مفيش اخبار كتير عشان كده ما بنعملش فيديوهات، بس يا ريت تعمل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس كله عشان يوصلك كل جديد. لان الايام الجايه الدوريات لما تشتغل هنتكلم على كل ماتشات، اللي هي الماتشات اللي عايز تتشاف واللي عايز تتكلم فيها، وتشكيلات وتوقعات، ده كله هنتكلم فيه باذن الله. احنا بس مش بنعمل فيديوهات كتير لاجل ان مفيش اصلا حاجه نتكلم فيها. فلو في خبر حلو وخبر يفرح النادي الاهلي زي خبر شوبير بنطلع نقوله، خبر يزعل نادي الزمالك عشان انا اهلاوي فبنطلع نقوله، خبر زي بتاع بيراميدز ده فجه معانا كده وقلنا. السلام عليكم اخواتي.